عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هسه من مكان مهرجان تجمع السيارات الرياضية الفاخرة بفلوغافير أوستن تكساس، مدينة فلوغافير تكساس أو أوستن. راح نشوف احنا انطلاقة هذا المهرجان اليوم. بالويكند دائما هاي مهرجانات تكون. خلينا احنا وياكم نتابع هذا المهرجان ونشوف السيارات اللي ارقامها، موديلاتها، الوانها الغريبة ان شاء الله. تسلا بالمقدمة الوانهم غريبة، واحدة مايلة للسماء والثانية مايلة للذهبي. وراهم سيارتين ايضا، واحدة لونها قريبة الاخضر والثانية الاسود. هذا المكان راح ننتظر حتى ينطلقون ونشوف السيارات. كل المشاركات تقريبا بالمهرجان ان شاء الله. التجمعات تصير تقريبا كل شهر او كل شهرين. اكو جهات او منظمة جمعية خاصة بهم يصير بها لقاءات، ويصير بها حتى اشتراك وبها دعم، ويتجمعون على مود حتى كل واحد يشارك بسيارته او نوعها، ويسوون مهرجان داخل مدينة أوستن. أخضر 718 سبايدر بورش. أكثر من 200 سيارة هنا، ألوان غريبة، وأغلب الموجودين هم آسيويين. واو، أعتقد أكثر شيء السيارات اللي متجمعة هي بورش. هذا اللون الغريب، واو. هذا ماتش ET. ارقام، علامات غريبة انا ما شايفها سابقا طبعا، واغلب اللي موجودين هي اسيا. هذولاك هناك شوف راح يطلعن. خلينا نروح هناك نحاول نصور ذيك المكان. الحركة راح تكون من هناك والتصوير راح يكون من هناك. اوه 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 اوه. والتسلا صاعدين، شوفوا ذيك التسلا، ذيك التسلا صاعدين بالبدي مالتها ويصورون. تحركن هسه وراح طبعا على شارع رئيسي. اعتقد الانطلاقه راح تكون من هناك. خلينا نحاول نوصل. هم هنا دا يتجمعون على مود حتى شنو ينطلقون بطريقه منظمه مرتبه. سيارتين اعتقد، ويفوتون طرق مختلفه طبعا. مهرجان عرض سيارات الرياضيه الفاخمه. طبعا اغلب السيارات اللي موجوده هنا، شوف هسه هذه بورش، هذه وراها بورش.
هذه هسه بورش وراها اودي. هذه اودي. قامت المهرجان. هذه الخضرة تجمع. اكو اسماء ما اعرف اني احكي عليها، بس هي سيارات فخمة موجودة. وهذه حتى شوف الطيارات، راح يصير تصوير بالطائرات. هاي الطيارات جدي تصور المهرجان او هذا التجمع للسيارات الرياضية الفاخرة جدا بأوستن بمدينة منطقة فلوغرفيل. أكثر من 200 سيارة يمكن. لسه هسه راح نفوت احنا، بس هذول هسه حيتحركون ويتجولون بالشوارع طبعا. وهذه كاميرات هماتين دا تصور المهرجان اللي دا تشوفه قدامنا. هذه اغلب السيارات اللي مشاركة، شوفوا الوانها. هسه هذا غريب ها. راحت الطيارة تكون بالنسبة للأحجام، بالنسبة للألوان اللي احنا ما شايفيها نهائي يعني. هاي الأودي الأزرق لون. طبعا لها أسعار ولها رك. هسه احنا نشوف انطلق المهرجان، راحت سيارات. هذه سيارات بدأت تتحرك. طلعت شوفوا بدأت سيارات طبعا قدامهم. وهذا طيارات، تصوير الطيارات هماتين. الانطلاقة وباعوا الأصوات. هذه سيارة كلاسيك مسافرة وياهن.
راح تمر اكثر من 200 سياره راح تمر. بيتهم اسيويين. عندكم من عندهم هذا عربي، ذاك ابو البرتقاليه. اكو هندي، اكو عسكري، يعني من الجنسيات اصحاب السياره. هذا شوف اسيوي. هذه بورش حجم كبير. الوان غريبه طبيعيه. وصلنا اخر سيارات. هاي السيارات المحجوزه كانت وطلعت، وان شاء الله توفقنا احنا وياكم بهذا التجمع اللي قدرنا نحصر لكم اياه بهذه اللقطات الحلوه. لايك سبسكرايب لا تنسونا. احنا اي موضوع خاص بينا بالسيارات ان شاء الله ما نقصر وياكم ولا نكون بعيدين عنكم. فرغت هسه الساحه وراح يكونون لهم جوله طبعا بأوستن خلال تواجدهم ومكان تجمعهم. غادروا وراحوا حتى يقيمون هذا المهرجان اللي اعتقد يصير كل 6 اشهر او كل سنه حسب ما قالوا. حاولت ادخل سيارتي هنا ما خلوني بالبدايه، منعوني، خليتها مكان يبعد منها تقريبا 10 دقائق مشي على مود حتى اجي اصور لكم هذا الفيديو. ان شاء الله وفقنا للتصوير، او مثل ما قلنا يعني مهرجان حلو وسيارات غريبه والوان ما شايفيها نهائيا ولا موديلات نعرفها. اللي كانوا بها فرغت طبعا، وسيارة ثاني موقفها لي هناك لي قدام بعد، امشي هاي المسافه حتى اوصلها. مدينه مائيه. هاي هسه الوقت راح تنفتح شهر الرابع او بدايه الخامس اعتقد. اقول لكم في امان الله، وانتظرونا جوله جديده من جولات في امريكا ان شاء الله. اخبار 718 سبايدر بوش. هذه الطيارات، تصوير الطيارات هماتين.